فيلمنا بيبدأ في مدينة لوس أنجلوس مع شخص مجهول بيجهز ترسانة أسلحة، وباين من حركته إن هو بيخطط لمجزرة. وأول ضحية معانا هو سولي، وده صاحب مالها ليلي وشخصيته قذرة جدا. بنشوفه وهو بيزعق لواحدة شغالة عنده بقلة ذوق، وبمجرد ما بيخرج علشان يروح بيته بيظهر له الشخص المقنع ده وبيخطف. الخطف ما بيوقفش هنا، والدور جه على جاكسون، وده ضابط شرطة كان قاعد مع زميله في أمان الله، وفجأة المقنع هجم عليهم ورش غاز مسيل للدموع في عين زميله وشل حركة جاكسون وخطف. بعدها بنروح لكافيه بنشوف فيه واحد اسمه كوجان قاعد بيسمع الأخبار عن موجة خطف غريبة في المدينة، وحس بخوف وقرر ان هو يمشي. وهو ماشي حس ان في حد ماشي وراه، ولما طلع السلاح بتاعه علشان يدافع عن نفسه لقى الصاعق الكهربي بتاع المقنع كان اسرع منه. سلسلة الخطف كملت مع كريستيان الشاب اللي لسه خارج من بار، واخيرا كيلي ميرفي اللي اتخطفت بنفس الطريقة. دلوقتي الضحايا كلهم مربوطين في مواسير وعلى راسهم اكياس سودا، وفجأة النور بيظهر والمقنع بيبدأ يشيل الاكياس من على وشوشهم، وبنكتشف ان هم مش بس 5، دول 9 اشخاص. انضم ليهم ليون وايدي والاب فرانسيس وواحدة صينية اسمها تشان ما بتتكلمش انجليزي اصلا. الكل بدأ يصرخ ويشتم، بس الخاطف كان هادي جدا وبص لهم وقال لهم جملة واحدة: انتوا هنا لسبب واحد مشترك، ومطلوب منكم تعرفوا ايه السبب ده. قدامكم 10 دقايق، لو ما عرفتوش هرجع وقت الواحد منكم، وهكرر ده كل 10 دقايق لحد ما الباقي يوصل للحقيقة، ولو عرفتوا هسيب اللي فاضل عايش يخرج وهسلم نفسي للشرطة. ورمى ليهم شوية طباشير على الارض وشغل التايمر وسابهم وخرج. فجأة القفل اللي في ايد كل واحد منهم اتفتح، بس ايد واحدة بس، وبدأوا يبصوا لبعض بشك: هو ايه اللي يجمعنا كلنا مع بعض؟ ايدي بدأ يشك في القسيس وقال له: انت اتحرشت بحد قبل كده؟ بس القسيس حلف ان عمره ما اذى حد. وهنا حصلت اول مفاجأة: كوجان اعترف وقال: انا اتحرشت بحد فعلا. الكل بدأ يشتمه، بس اكتشفوا ان ده مش السبب. كيلي قالت انها مدعية عامة وحبست مجرمين كتير، فممكن ده يكون واحد منهم وبينتقم مني. وفي وسط الكلام كريستيان اتعرف على سولي صاحب الكباريه، وافتكر انه من كام سنة استلف منه $5000 علشان يتاجر في المخدرات، واتقبض عليه واتسجن 3 سنين. ولما خرج رجع الفلوس لسولي لانه كان بلطجي، بس كريستيان اكد انه ساب السكه دي وبقى شغال في سكه تانية وبيحاول ان هو يمثل في هوليوود. دلوقتي الوقت بيجري والتايمر قرب يخلص اول 10 دقايق، والرعب الحقيقي بدأ. الشخص المقنع دخل الاوضه وعينه بتدور على واحد وقال لهم: عرفتوا ايه اللي بيجمعكم؟ كيلي بدأت تترجن له هو يديهم وقت زياده، بس هو اتجاهلها وراح وقف قدام كريستيان وهمس في ودنه بكلمه واحده. ملامح الولد اتغيرت كلها وقال بصدمه: انا مستحيل كنت اعرف كده. وقبل ما يكمل جملته المقنع ضربه بالنار في راسه وفجر دماغه. المقنع سحب جثة كريستيان وخرج ورجع التايمر من الاول تاني، والاوضه كلها اتحولت لساحه خناق. الكل بيزعق وكلهم بيقولوا: اعترفوا عملتوا ايه؟ وهنا كوجان المتحرش كشف سر جديد وقال انه لسه خارج من السجن بعد 5 سنين، والسبب ان الحكومه ما لقتش جثه الشخص اللي اتحرش بيه وقتله. وليون كمان اعترف ان هو كان شغال حرامي وبيثبت الناس مع اخوه، بس دافع عن نفسه وقال: انا عمري ما قتلت حد ولا لمست حد. اما ايدي فطلع مدير في شركه تامين صحي وكان شايف نفسه ملاك، بس الحقيقه انه كان بيزور اوراق علشان يدخل قرايبه تجارب طبيه مشروعه، ومستغرب هو هنا ليه. اللعبه بدات تضيق لما اكتشفوا ان كيلي المدعيه العامه والظابط جاكسون بيعرفوا بعض كويس، وطلع بينهم علاقه مش تمام كانت السبب في طلاق جاكسون من مراته. ليون جات له فكره مجنونه وطلب من سولي ان هو يكسر له عظمه ايده علشان يخرج من الكلبش ده، وسولي وافق وفضل يخبطه على ايده لحد ما كسرها، وليون فك نفسه فعلا. جاكسون قال له: استنى لما المقنع يدخل وهنهجم عليه، بس ليون كان اناني وشتمهم كلهم وخرج لوحده، وما كانش يعرف ان المقنع مراقبه بالكاميرات. بره حصلت خناقه بين المقنع وليون قدر ان هو يوقع المقنع وياخد منه المسدس، بس الصدمه ان المسدس طلع فاضي. والمقنع قال له ببرود: انا بخطط لليوم ده بقالي سنتين، وطلع مسدس حقيقي وضرب ليون وجره وهو غرقان في دمه ورجعه للكلبش تاني. الدور جه على كوجان، والمقنع وقف قدامه وهمس في ودنه بالسر اللي يجمعه بيهم. كوجان ملامحه هديت وقال: فعلا ده سبب يستاهل، وحاول يخنق المقنع في حركه يأس اخيره، بس المقنع كان اسرع منه وضربه بالرصاصه في قلبه. وهو خارج بص لليون وقال له: انت اللي عليك الدور المره الجايه. التايمر اشتغل 3 مره واليأس بدأ ياكل في قلوبهم، وفجأة تشان اللي هي الست الصينيه بدأت تصرخ وتشاور لكيلي وهي بتتكلم صيني ومحدش فاهم منها حاجه، وجابت طباشير ورسمت رسمه غريبه وقالت: بينج بينج. كله وقف مذهول، هو تشان تعرف كيلي منين؟ وايه علاقه الرسمه دي بمجزره النهارده؟ الخيوط بدأت تتشابك والدم بدأ يغرق المكان، وكيلي اخيرا افتكرت الست الصينيه. تشان كانت صاحبه محل خمور اتعرض للسرقه من كام سنه، وكيلي وقتها كانت المدعيه العامه، وحبست شاب عنده 20 سنه اسمه ويد جيلي بناء على شهاده تشان.
تشان. بس السؤال اللي لسه موجود، ايه علاقة ده بباقي الناس اللي في الأوضة؟ الوقت خلص والمقنع دخل ببرود وقتل ليون وسحله لبره، وهنا الأب فرانسيس نطق بجملة وقعت عليهم زي الصعق. قال انا عارف احنا هنا ليه بس مش هقدر اقول، وقال انه سمع السر في كرسي الاعتراف، وبالنسبة ليه حفاظه على سرية الاعتراف اهم من حياته. سولي حاول يقنعه بالذوق وكيلي هددته بالقتل، بس هو صمم على موقفه. ايدي اقترح ان هم يدوروا ورا ويد الشاب اللي اتحبس، والقسيس رمالهم خيط وقال لهم ويد جيلي ما كانش هو اللي سرق المحل. الكل اتصدم، وايدي خمن اللي سرق المحل هو كريستيان اول واحد مات، وانه اعترف للقسيس قبل كده، وبالفعل اتضح ان كريستيان سرق المحل علشان يسدد دينه لسولي. سولي اتجنن وقال يعني انا هموت علشان سلفت عيل $5000. ولما المقنع دخل سولي قعد يزعق له يتحداه يقتله، بس المقنع وجه سلاحه لايدي، وفجأة القسيس رمى نفسه قدام ايدي وخد الرصاصة مكانه ومات. ايدي صرخت في المقنع ونادته باسم ويد، بس هو وقف لثانية وقال لها ببرود انا مش ويد. جاكسون اقترح ان المقنع ممكن يكون حد من قرايب ويد، ابوه او اخوه، بس كيلي قالت ان ويد ما كانش ليه حد في المحاكمة. وهنا بدأوا يربطوا الاحداث ببعض. ويد دخل السجن من 5 سنين، بس المقنع بيخطط للموضوع ده من 2 بس. سولي جمع الخيوط في دماغه وقال ان كريستيان لما خرج من السجن ما كانش حيلته اي حاجة، فازاي هيعمل عملية سرقة من غير سلاح؟ اكيد ليون الحرامي هو اللي باع له السلاح ده قبل ما يبطل اجرام. فكده عرفنا علاقة سولي وكريستيان وليون وكيلي وتشان. بس لسه اللغز الكبير، ايدي بتاع التأمين وجاكسون الضابط وكوجان المتحرش، ايه اللي جابهم في الحكاية دي؟ المقنع دخل الأوضة وفي ايده ورقة مكتوبة بالصيني واداها لتشان، وبمجرد ما قريتها ملامحها كلها اتغيرت ونزلت على ركابها وفضلت تعيط وتترجاه. بس المقنع ما كانش في قلبه ذرة رحمة وضربها بالنار وصفى حسابه للأبد. كيلي بدأت تصرخ وتترجاه يسيبها علشان خاطر ابنها اللي محتاج أمه، بس المقنع رد عليها ببرود وقال لها وانت آخر مرة شفت ابنك كانت امتى؟ انت رامي ابنك للخدامة ومستخدماك يا حاجة. وبعدين بص للظابط جاكسون وقال له المفروض الكلام ده يحرق دمك انت كمان. وبعد ما خرج جاكسون سأل وقال هو يقصد ايه بالكلام ده؟ فكيلي اعترفت ان ابنها هو في الحقيقة ابن جاكسون، وانها خبت عنه السر ده طول السنين اللي فاتت. جاكسون اتجنن وفضل يشتمها وقال لها انك ست انانية وفاسدة واكيد مخبية مصيبة تانية وراكي. وتحت الضغط كيلي انهارت وقالت الحقيقة، انه زمان لما اتقبض على ويد جيلي ما كانش فيه اي دليل ضده غير انه كان قريب من المحل وشكله شبه وصف تشان. كيلي في الوقت ده كانت اسوأ محامية في المكتب وعمالة تخسر قضية ورا التانية، وكانوا هيرفدوها من المكتب. فعشان تنقذ وظيفتها قررت ان هي تلبس القضية لويد، واكتشفت ان تشان في خناقته مع الحرامي اللي هو كريستيان شدت شعره. فكيلي سرقت شعر من مشط ويد واستغلت علاقتها بجاكسون ودخلت اوضة الاحراز وبدلت العينات ببعض. يعني جاكسون ساعدها في تزوير الدليل من غير ما يعرف، وده اللي خلى ويد يتسجن ظلم ويضيع مستقبله. الكل فضل يبص لكيلي باحتقار، بس هي كانت لسه بتفكر في نفسها وقالت ان السر ده لازم يتدفن هنا، لان لو خرجت هتحبس وهخسر ابني ووظيفتي. بدأوا يربطوا الخيوط ببعضها وقالوا ان اكيد المقنع هو والد ويد وجاي ينتقم لابنه، واكيد ويد قابل كوجان المتحرش وحصل بينهم حاجه في السجن. الوقت خلص والمقنع دخل، بس هما ما كانوش لسه يعرفوا السر بتاع ايدي، والمقنع ما سمعش كلامهم وضرب سولي بالنار في راسه وخرج. الاوضه فضيت وما بقاش فاضل فيها غير كيلي وجاكسون وايدي، الثلاثه في حاله رعب هستيري، والتايمر بدأ يعد اخر عد تنازلي في حياته. وفي حاله الخوف ده ايدي فجاه افتكر حاجه غريبه، وقال ان كوجان قبل ما يموت كان خايف دمه يجي على اي حد، وده ملوش غير معنى واحد بس، ان كوجان كان مصاب بمرض الايدز. ايدي بدأ يربط الخيوط ببعضها وقال كوجان قابل ويد في السجن وهناك اعتدى عليه ونقل له العدوى. وايدي كمدير في شركه تامين كانت وظيفته ان هو يرفض حالات كتير علشان يوفر فلوس للشركه. ويد بعد ما خرج من السجن حاول يقدم على علاج تجريبي جديد علشان يلحق نفسه، بس ايدي رفض طلبه ببرود بسبب سجله الاجرامي. وبعدها ويد مات من 2 سنين، ومن اللحظه دي والده بدأ يخطط للانتقام من كل واحد كان ترس في المكنه اللي فرمت ابنه. التايمر خلص والمقنع دخل الاوضه للمره الاخيره، وايدي حكى له على الحقيقه اللي وصلوا لها. وهنا المقنع شال القناع بتاعه وظهر وش راجل عجوز ومكسور، وقال لهم بدموع ابني كان اشجع ولد في الدنيا، وكل واحد فيكم كان يقدر يمنع موته بس انانيتكم قتلته. وطلع مفتاح الكلبشات واداه لكيلي وقال لها الشرطه في الطريق، عيشوا بالذنب ده لبقيه حياتكم، وسابهم وفك القيود بتاعته. كيلي بمجرد ما فكت نفسها بدل ما تهرب هجمت على الراجل العجوز وسرقت منه المسدس. وجاكسون وايدي بصوا لها باستغراب، بس هي كانت اتحولت لشيطان وقالت لهم لو الحقيقه دي طلعت حياتي هتتدمر وانا مش هسمح لده يحصل. وضربت العجوز بالنار ولفت وضربت ايدي وجاكسون هما كمان علشان تمحي اي شاهد على تزويرها. وبعدها العجوز قال لها انا لابس واقي من الرصاص. وكل اللي حصل هنا كان بيتذاع بث مباشر للعالم كله، والناس دلوقتي شافت حقيقه كيلي ميرفي. بس كيلي ما فرقش معاها وبمنتهى الغل ضربت العجوز برصاصه في دماغه وخرجت من المكان المهجور ده بدم بارد. وفي اللحظه دي كانت عربيات الشرطه بتحاصر المبنى، بس هي قدرت تستخبى وتتسحب وتهرب من الحصار ده. بس هي ما تعرفش ان وشها بقى على كل شاشه في البلد ولا ايه، وانها مهما هربت العالم كله عرف انها القاتله والمجرمه. وهنا الفيلم بتاعنا بيخلص. كلمه بقى ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، احنا فعلا بنتعب علشان نعمل الفيديو ده، فيا ريت ما تبخلش علينا
علينا باللايك والسبسكرايب بتوعك علشان نعرف ان احنا نقدم لك كل محتوى جميل. بس كده، ونشوفكم على خير. سلام.